السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خواتي الغاليات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التحضيرات ديالي للشهر الفضيل. اللهم ابلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كما كتشوفوا معايا الشباكيه اليوم ديال الحداقه. هكا بغيت حتى انا نشجعكم نحمسكم بحال هاد الفيديوهات، حتى انا كيعجبوني. غادي تشوفوا معايا الشباكيه والبليغات وان شاء الله حتى السيجار ديال الكاوكاو. هادشي وجدته في نهار واحد، الشباكيه والبليغات. الشباكيه درتها ندير قناه تنظيم البيت التدبير المصروف. هذه ثالث عام كنديرها على الشباكيه ولا العسل ديالها ناجحين 100%، كيجيو مقرمشين زوينين. وكما عودتنا الاخت خديجه، وصفات ديالها سهله ومع الشرح المبسط، والاهم من هذا الشيء كديري حاجه بعينيك مغمضين يعني ناجحين. غادي نخلي لكم الفيديوهات اخواتي في صندوق الوصف، لا ديال الشباكيه لا ديال العسل. هنا فقط شاركت معكم شي حاجه كما عودتكم ديما، ماشي ديالي ديال شي قناه كنذكرها، شي حاجه ديالي فكنشاركها معكم، او شي حاجه اللي معتمده عندي. اكيد الشباكيه والبليغات وداك الشيء راه موجود في اليوتيوب، قلت هكا حتى انا نشارك معكم الطريقه ديالي فقط. المهم اخواتي، كما قلت لكم غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. هنا كتشوفوا خليت لكم بعض المقاطع فقط من الشباكيه، هكا باش حتى انا كما قلت لكم نحمسكم ونشجعكم اللي مازال ما صاوباتش فتنوض تصاوب. ولو ان دابا ما بقاش بزاف رمضان، انا خليت حتى الاسبوع الاخير عاد باش صوبتهم. الشباكيه من بعد ما شبكتها صافي خليتها ابارتي، عاد باش عجنت العجينه ديال البليغات. هنا غتشوفوا معايا غادي نشارك معكم المقادير ديال البليغات. تبارك الله ما شاء الله، نص كيلو كيخرج واحد الكميه لا باس بها، زعما مزيان، كيجيو مقرمشين زوينين ولداد. انا كيعجبوا ولادي، فدرت هنا مع الشباكيه درت نص كيلو. نهار اخر زدت واحد نص كيلو. هنا كما كتشوفوا معايا اخواتي المقادير ديال البليغه: نص كيلو ديال الدقيق مغربل، نص كيلو ديال الجنجلان، قبيصه ديال الملح، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه ديال حبه الحلاوه والنافع، واحد نص معلقه صغيره او ربع معلقه ديال الخميره ديال الخبز. كنخلط جميع النواشف، كنخلطهم مزيان كما كتشوفوا معايا. عاد باش كنضيف 3 المعالق ديال الزبده المذابه، ونفس المقدار 3 المعالق ديال الزيت. وكنعاود كنخلط المقادير. المسكه الحره ما كانتش عندي، تقادرت لداك الشيء اللي كان عندي درته في الشباكيه. 2 معالق كبار حتى 3 ديال الخل. صافي وكنخلط. وعاد باش ضفت هنا نص كاس ديال الماء الزهر، وفي الاخر ضفت واحد تقريبا نص كاس، هكا جمعت به العجينه. كتجي من السما، كتجي هاد البليغه كتجي زوينه ولذيذه ومقرمشه. هنا كنجمع صافي. هنا غادي نحط لكم اخواتي واحد الفيديو، او نحط لكم فيما بعد مصغر. هنا كما قلت لكم درت نص كيلو، ولا غد لي زدت واحد نص كيلو اخر ديال البليغه. ما درتش فيها جنجلان نص، نقصت شويه، درت غير 350 غرام، كتجي احسن. هذا فقط كاقتراح. يعني داك الجنجلان ما كيطيحش ملي كنقرصو هكا، وحتى في الزيت ما كيطيحش في الزيت، وكتجي العجينه كتجي لينه، كتجي رخوه اكثر. هذا فقط كاقتراح، اللي عندها شي وصفه معتمده عندها تصاوبها. اللي بغات غديرها لاول مره، نقصي واحد الكميه ديال الجنجلان كتجي احسن. غتشوفوا معايا العجينه الاخرى هنا. مهم هنا في هذا النهار انا درت البليغه والشباكيه فقط. هنا كنقرص بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، وكنقطع دوائر وكنشكلها. بليغه على هذا الشكل كيعجبوني هكا. كتجيني عمليه سهله عفوا. وكيجي حتى الشكل ديالهم حلو، كيجي زوين هكا. كنسدهم من الجانب الاخر، كيجي على شكل هكا كورني. كيصافيهم من بعد كنعسلهم، كندير فيهم حبه ديال الكاوكاو او ديال اللوز على حسب المتوفر عندي. كتجي زوينه. والشكل غتشوفوا معايا عده اشكال ان شاء الله باذن الله. حاولت انني اخواتي نختصر لكم الفيديو باش ما يجيش طويل. كما قلت لكم هاد البليغات كيجيو لذاذ، كيجيو مقرمشين. هكا شولت لكم العجينه كما كتجي. صافي كنستمر كنشكلها بهذا الشكل. انا الدائره اللي عندي ما فيهاش سنينات، ما فيهاش داك الزواق. هنا درت معكم عده اشكال كما كتشوفوا معايا. هنا درت هاد المربعات. الشكل ديالهم كيجي زوين، كنت شفتهم في واحد القناه، ولكن منين خليتهم فتفتحوا لي ما علاش. ومن هذا الفيديو كنحيي لكل وحده دارت هاد الشكيين وما تفتحش، كنقول لها تبارك الله ما شاء الله عليك حادقه. صافي كنستمر. ولكن واخا هكاك زعما قليتهم وعسلتهم، كلاوهم الاولاد جاو زوينين، يعني جاو مقرمشين. واخا الشكل ماشي هو، والحمد لله ما كنتش درت بزاف، درت غير شويه هكا. زعما شاركت معكم عده اشكال، 3 ديال الشكلات ديال البليغات في هذا الفيديو. وكنستمر كنسد بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا.
حتى كنكمل جميع صافي. من بعد ما كملت كل شيء عاد باش غادي ندوز غادي نقلي. اليوم الروتين ديال المغرب هي بدون زواق. جلست وخديت راحتي، جلست وخدمت داك الشيء غير بشويه عليا. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه وديال البليغات. هنا عندي سيجار معمر بالكاوكاو، كنت درتو يومين قبل ماشي ديال اليوم. ودرتو غطيته مزيان كما كتشوفوا معايا. درتو في النبيره باش نهار ندير المعسلات نكون واقفه في الكوزينه نقلي كلشي ونعسل كلشي، ماشي كل نهار نجبد ندير حاجه نرون. نتوما عارفين داكشي راه كيرون الكوزينه. هنا كنوري لكم الزينه اللي داروها ولادي رمضان. راه كنت شاركت معكم في فيديو بوحدو، واكيد قبل ما نجلس ندير الشباكيه راه كنت وجدت المقله، وجدت فاش غنصفي العسل، فاش غنقلي كلشي العسل. اليوم كما كتشوفوا معايا قلت لكم روتين بدون الزواق بدون هكا. واكيد يعني اليوم ما درتش الغدا، كان عندي الغدا مصاوب من نهار قبل، درته في الليل باش هكا يعني فقط ندير غير الشباكيه. نتوما عارفين يد وحده كلشي مني، فراه ما يمكنش. اليوم كان عطله حتى يعني هادشي عاونني حتى باش نكمل الشغل ديالي. درت داكشي على خاطري صراحه، وفي نفس الوقت ما خداش مني وقت بزاف، لان كما كتشتو معايا انا ما درتش كميه كبيره. هنا كتشوفوا كنقلي الشباكيه. سبقت بالشباكيه هي الاولى لان هي اول حاجه درتها قبل ما ندير البليغات. كنقلي الشباكيه ديالي وكنعسل. هنا حسيت انها غلباتني شويه. جا المساعد ديالي عاونني راجلي يبقى كيعسل معايا الشباكيه. كما شفتوا معايا في الفيديو درت غير نص كيلو ديال البليغات درتها اليوم، يعني نهار مع الشباكيه. كتعجب ولادي وزدت واحد نص كيلو اخر لا غد ليه. ففي الصباح بكري كانت زدت واحد نص كيلو دغيا وقليته. يعني درت كيلو ديال البليغه. غتشوفوا معايا ان شاء الله كميه بزاف في الفيديو في الاخر ديال الفيديو غير باش نشرح لكم وصافي. هنا كنقلي وكنعسل وكنوري لكم زعما كنقول لكم شوف الشباكيه ديالي. الشباك ديالها واحده كبيره واحده صغيره، ولكن الاهم هو المذاق واهم هو هذه الاجواء ديال رمضان. وحتى ولادي صراحه كانوا كيستناو كل مره كيقولوا فوقاش ماما ديري الشباكيه، فوقاش تصاوبيها. كيفرحوا هكا. كنستمر كنقلي الشباكيه ديالي. ودابا جا دور البليغه ديال الجنجلان. غادي نقليهم من بعد ما ساليت الشباكيه. كما شفتوا معايا كلشي حاولت نختصر لكم شويه من الفيديو، لكن في نفس الوقت نشارك معكم لقطات من هنا ومن هنا في نفس المقله وفي نفس الزيت. كنقلي البليغه هكا. كنوري لكم الشباكيه كما كتشوفوا معايا كي جات تبارك الله ما شاء الله خرجت. هذه هي البليغه. كان يعني كما كتشوفوا اللون ديالها زوين، كتجي مقرمشه، كتجي رائعه. ننصحكم انكم تجربوها بالنسبه للاخوات المبتدئات. وكما شفتوا معايا فهكا كننظم الوقت ديالي. كنحاول انني يعني نسبق الحاجه الاولى هكا، والحاجه ديال بالاكثر هي الحاجه ديال القلي. نقليهم كلشي يعني وقفه في الكوزينه، فندير اكثر من حاجه. يعني الانسان راه ماشي كل نهار غادي نجبد نقلي ونعسل وندير هذه وندير هذه. هادشي درتو يعني كان عندي بروغرامي نديرو هكا. نهار درت فيه سلو راه شاركته معكم. لا غد ليه درت الشباكيه كنت وجدت ليها كلشي، طحنت كلشي، وجدت كلشي المقادير والمكونات، وحطيت النواشف مع بعضهم. فقط هاد البليغه خليت هكاك باش نصور لكم، ولكن كان عندي كلشي في الطاسات هكا. من نهار درت سلو بقات لي فقط بقاو لي البريوات اللي مازال ما صاوبتهمش. فقط اللي عطلني هي الورقه. غادي ان شاء الله غادي تشوفوهم معايا في الفيديو اللي غادي ندير. غادي نجمعهم هما والسيغا ان شاء الله باذن الله. وفيه حتى بعض النصائح على الورقه وعلى بزاف ديال الحوايج. هنا صافي كنستمر حتى كنكمل جميع المكونات. يا سلام، واكيد ولدي الصغير يجي يذوق. هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالي كما كتشوفوا معايا. وهذه هي البليغات اللي درت معكم، كيجيو مقرمشين رائعين لا شكلا ولا مذاقا. والشباكيه نفس الشيء كتجي مقرمشه زوينه. وانا كنوري لكم السيجار كما قلت لكم اخواتي غادي نشاركوا معكم في فيديو بوحده هو والبريوات ان شاء الله، وغنحاول نختصر لكم. فهذا هما هذا هما الاشكال النهائيه ديال المعسلات اللي صاوبت ديال رمضان. اللهم ابلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكون حمستكم بالنسبه للبنات اللي مازال ما صاوبوش الشباكيه ينوضوا يصاوبوا.
حتى نيت انا كما قلت لكم في الاول بحال هاد الفيديوهات كيعجبوني وكيشجعوني وكيحمسوني. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكننتظر التشجيع ديالكم والدعم ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده وباش تشجعوني باش تكبر القناه ان شاء الله. ولا كنتي اول مره كتشوفي الفيديو عجبك المحتوى ديال الفيديوهات اللي كنحط، ما تنساش انك تشتركي معايا وتضغطي على زر الاشتراك باش يوصل لك كل جديد. كنشكركم بزاف على المتابعه وعلى الدعم ديالكم، شكرا بزاف والسلام عليكم.